المحلل الكبير الكابتن خالد بيومي منزل بوست على صفحته الشخصيه بيقول فيه لو الاهلي فاز بالنسخه ديت من دوري ابطال افريقيا الزمالك ضمن المشاركه في مونديال 2025. طبعا الكلام ده غير صحيح بالمره، لان الصحيح الاهلي والوداد ضمنوا المشاركه كده كده في كاس العالم 2025، لكن فوز احداهما بهذه البطوله لا يعني تاهل الزمالك ابدا، لان الفيفا هيعتمد التصنيف التراكمي لاخر 4 سنوات وهيبقى ده افضل نادي بعد الابطال. لكن نادي الزمالك اساسا في ال4 سنوات دولت ما بيعديش دور المجموعات اساسا، ازاي هيشارك يا كابتن خالد؟ وكده كده الزمالك بعيد عن تصنيف ال4 الاوائل، وحاله واحده بس الزمالك يشارك فيها في كاس العالم. ان شاء الله يحاولوا يصعدوا السنه دي دوري ابطال افريقيا ويفوزوا النسخه القادمه من دوري ابطال افريقيا، كده هيضمنوا التاهل لمونديال 2025. عشان محدش يضحك عليكم ومحدش يعيشكم في الوهم اللي الزمالك لو الاهلي كسب البطوله ديت الزمالك هو اللي هيصعد لكاس العالم 2025 مع الابطال. ما تعيشوش في الوهم. حاله واحده بس لو الزمالك صعد افريقيا وخد البطوله 2024 كده الزمالك يضمن المشاركه.